السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أعزائي المتابعين؟ اليوم هنعمل مع بعض ترفل زي ما عملنا الكوكيز وكان الحمد لله ناجح وعجب الجميع الحمد لله ان احنا عملنا كذا نوع كوكيز. اليوم ان شاء الله هنعمل مع بعض الترفل، بس هنعمله بكذا نكهة، نكهات انتم متعودين عليها ونكهات هتكون ان شاء الله جديدة عليكم. طيب، اول نكهة هنعمله ترفل الشوكولاتة. طبعا هو المعتاد ترفل المانجا ده اللي احنا متعودين عليه، لكن هتشوف ان شاء الله ترفل المانجا وترفل شوكولاتة وترفل البقلاوة مع الفستق وترفل الليمون، وهتشوفوا فراولة مع التوت، هتشوفوا عدة نكهات بإذن الله، والسولت كراميل. هتشوف ان شاء الله ترفل بعدة نكهات. اول نكهة معانا هتكون الشوكولاتة. تمام، طبعا العشاق الشوكولاتة جدا هيعشقوا. اول حاجة هنعمل الكريمة اللي هي بتجمع كل المكونات او اغلبها بتكون فيها دي الكريمة، عبارة عن ايش؟ علبة قشطة، حليب مكثف، كريمة الخفق، دريم ويب او كريم شانتيه، دريم ويب او كريم شانتيه. انا اليوم هستعمل كريم شانتيه وجبنة فيلادلفيا او جبنة كيري، جبنة فيلادلفيا او جبنة كيري. هذا اللي هنخلطه مع بعض. طبعا انا ما هديكم مقدار لان انا هعمل كمية كبيرة عشان هبدأ اعمل منها النكهات اللي انا ابغاها، لكن انتوا تقدروا تعملوا كميات بسيطة لو اخترتي نوع واحد من الترفل تعمليه. طيب نعيد تاني، كريم شانتيه او دريم ويب، عندنا جبنة فيلادلفيا او جبنة كيري، عندنا حليب مكثف، وعندنا علبة قشطة، وعندنا كريمة الخفق، وكمان في بعض الانواع هنحط كريم كراميل. خلاص، يلا هنبدأ. اول نكهة معانا زي ما اتفقنا عبارة عن ايش؟ كيكة. شوفوا حبايبي الخلطة اللي احنا عملناها اللي اتفقنا عليها، اللي هي كريم شانتيه وكريمة الخفق وعلبة قشطة وكريمة وحليب المكثف، خلطناهم كلهم مع بعض. هي هذه عملت كمية كبيرة منها، اخذت منها جزء وضفت لها نوتيلا عشان تكون بطعم الشوكولاتة. هنا اهو خلاص، بعد ما رصينا حبات السويس رول وحطيت عليها الحليب الشوكولاتة، عشان طبعا احنا لازم نغطسها بحليب الشوكولاتة. خلاص، بعد كده ايش هسوي؟ هجيب ايش نحب نخلي طبقة الشوكولاتة اللي فوق ولا طبقة الفانيليا اللي فوق؟ هنخلي طبقة الشوكولاتة هي اللي فوق. خلاص، هنبدأ كده هنحط اللي احنا عملناه في زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ نعمل بشكل دائري. شوفوا بعد ما حطينا عليها الكريم شانتيه غطيناها الطبقة الكاملة اللي هو بالفانيليا، هرص عليها قطع كيكة الشوكولاتة، بعدين احط فوقها اللي هو بطعم النوتيلا. خلاص، شوفوا بعد ما غطيناها بالكيك هبدأ ايش اسوي؟ هبدأ كمان احط طبقة اللي هي بالشوكولاتة واغطيها تماما زي ما انتم شايفين. هغطيها وارجع لكم تاني. شوفوا بعد ما جمد معانا، شايفين كيف جمد معانا تماما اللي هو بالشوكولاتة. اخر شيء شوفوا انا هنا عندي الكرانشي زي ما انتم شايفين اهو. خلاص، انا حطيته بس في الميكروويف لمدة كده بس يعني 5 ثواني، مجرد بس ما داب معانا وفك، وهبدأ اغطيه الطبقة اللي من فوق الشوكولاتة وارجعه الثلاجة مرة تانية لوقت التقديم، وبعدين هنشوف برضو شكل النهائي كيف. شوفوا الشكل النهائي كيف طلع لما غطيناه بالكرانشي. طبعا عشان الطبقة كانت جامدة كان سهل معانا جدا ان احنا نفردها. خلاص، بعدين هنشوف كيف هنكمل باقي التزيين. دحين هنرجع الثلاجة عشان تجمد هذه الطبقة، وبعد كده شوفوا الطبقات كيف تجنن. ترفل الشوكولاتة تحفة تحفة، العشاق الشوكولاتة هيستمتعوا بيه. شوفوا ابو الشوكولاتة زيناه بشوكولاتة مبشورة وبحبات الكندر، وشوفوا كيف طلع معانا. كمان عشاق الشوكولاتة هيعشقوا هذا الترفل. شوفوا كيف زينوه حسب انتم ما تحبوا، ويعني حاولوا تبدعوا فيه، حاولوا تبتكروا فيه، حاولوا تعملوا أصناف جديدة مبتكرة. كلها زي ما شفتوا مجرد كيك وكريمة والنكهة اللي انتم تحبيها، يعني مكونات كلها بسيطة، بس كل ما كان بارد هيعجب الناس اللي انت بتقدمي لهم هو او اولاد. تاني نوع معانا ان شاء الله هنعمله مع بعض
ترافل الكراميل سولت. ايش يعني كراميل سولت؟ يعني زي ما انتم شايفين هذا كراميل انا عملته، شوفوا كيف زي ما انتم دايما تعرفوني، شايفين لونه وقوامه وشكله اللي عملته معاكم في القناة، ممكن ترجعوا لها هتلاقوه جدا مظبوط مقاديره وشكله، شوفوا كيف تحفة. ايش يعني سولد؟ يعني كراميل مملح. فنقدر احنا نعمل، يعني انا اخد جزء من الكراميل اللي انا عملته زي ما انا عامله دحين، وحطيت عليه شويه ملح خشن، فهيدينا سولت كراميل اللي هو يجمع بين الحلو والمالح. طيب، وممكن ما تحبيه سولت كراميل، ممكن تعمليه بطعم الكراميل بس. هذا برضو ترفل جديد من انواع الترفل اللي لسه ما اتعملت او ما هي معروفه طبعا شوفوا هذا الكيك ممتاز 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 من بيت كويكر، بس هذا النوع من بيت كويكر، بس هذا النوع ممتاز جدا. شايفين انا طبعا جايبه الفانيليا، هو يجي بالشكل هذا، هنخرجه ونقطعه ترانشات او حلقات، وهنبدا نرصه هنا، وهنعمل زي الشوكليت طبقه كيك. بس انا ايش هسقيه بالحليب المبخر، بالحليب المبخر هحط طبقه كيك وبعدين اسقيها، وبعدين هنعمل طبقه من الكريمه اللي هو الكراميل، وبعدين برضو نفس الشيء هاخد جزء من هذا الكراميل واخلطه مع الكريمه اللي احنا عملناها مع بعض، عشان هنعمل زي ما سوينا الشوكليت، يعني نص بطعم الفانيليا ونص بطعم الكراميل. شوفوا بعد ما رصيت اول طبقه من الكيك زي ما انتم شايفين، هجيب الحليب المبخر وهبدا اسقيه. خلاص اشرب الكيك بالحليب المبخر، خلاص زي ما انتم شايفين. بعد كده هحط، خلاص بعد ما حطيت الكراميل زي ما انتم شايفين كده على الكيك، هبدا ايش هسوي؟ هبدا احط طبقه خفيفه من الفانيليا زي ما انتم شايفين كده، طبقه خفيفه من الفانيليا، وبعدين هحط طبقة كيك، وبعدين الطبقة الأخيرة هتكون من الكراميل. شوفوا حطيت آخر طبقة الكراميل، شايفين كيف؟ يلا برضو هدخله تاني مرة الثلاجة أو الفريزر، وبعدين هنشوف كيف هنزين الكراميل. خلاص يلا كمان هذا برضو سهل ولذيذ، وشوفوا طبقاته. يلا بينا هندخله كمان الثلاجة ونستنى عليه لما يبرد تماما. واو واو واو، العشاق السولت كراميل او العشاق الكراميل هيعشقوا هذا الترافل، شايفين كيف؟ وبعدين زيناه بحبيبات الفيوتين، فطلع تحفة تحفة تحفة. شوفوا الطبقات كيف، فلعشاق السولت كراميل مرة هيعشقوا الترافل ده. شوفوا ثالث نوع معانا هيكون ترافل زي ما انتم شايفين ليمون، هيكون ترافل ليمون بس بالتوت. شوفوا هذه الشركة التوت حقها مرة لذيذ، فهنعمل طبعا الليمون يليق مرة مع التوت، ميكس مرة فظيع، مزازة وحلا من هنا، وبرضه التوت فيه مزازة، فهيدينا ميكس مرة خطير. خلاص طبعا انا ليه جايبه الليمون الكبيرة هذه، وليه جايبه الليمون الاخضر ده؟ الاخضر هاخد منه البشر حقه عشان يدينا حموضة الليمون فيطلع مرة لذيذ. يعني شوفوا الليمون الاصفر هذا لا، لو عندك الاخضر افضل، يدينا طعم مرة خرافي، فبلاش الاصفر هذا هنستبعده. خلاص وهنبشر هذا الاخضر، وهذا الليمون الكبير هو اللي هاخد العصير حقه. طيب يلا بينا هنبدأ بنفس الخطوات زي ما اتفقنا. شوفوا حبايبي، حطينا اخذنا من الخليط، حطينا عليه بش ليمون، وهنحط عليه عصير ليمون عشان يدينا طعم الليمون، وهنقلبه مع بعض، وهنعمل طبقة دحين هنا بعد ما سقيت الكيك هحط طبقة من التوت وطبقة من الكريمة، وبعدين الكيك، وبعدين التوت، واخر شيء طبقة الليمون من فوق. شوفوا حطينا طبقة من كريمة الليمون، وبعدين حطينا التوت كيك قصدي،
واللي هو مسقى برضو بالعصير الليمون، وبعدين حطينا التوت زي ما انتم شايفين. دحين هحط اخر طبقة بالليمون مع كريمة الليمون. شوفوا خلص معانا ترافل الليمون زي ما انتم شايفين. الليمون المبشر كمان بواضح معاه. فخلصنا كريمة الليمون. انا طبعا حاطه مع الكريمة لون اصفر عشان تبان بالليمون. كله هنستنى عليه لما يبرد، وبعدين هنشوف كيف نزين كل ترافل، كيف هيكون التزيين حقه. دحين برضو هنرجع ندخله الثلاجة او الفريزر لما يجمد تماما ويبرد، وكله يشرب من بعضه وكله ياخد طعم بعض وتتعزز النكهة، وبعد كده هنبدأ نزينه. يلا بينا هنشوف كمان نوع من انواع الترافل. نفس الحكاية، هيكون عندنا كيك، وهيكون عندنا الاطباق اللي هنحط فيها. هنعمل ايش؟ بيستاشيو مع البقلاوة. هنعمل ترافل بيستاشيو مع البقلاوة كمان، هذا جدا جدا تحفة. كمان هذا من انواع الجديدة في الترافل، وهيعجبكم ان شاء الله العشاق البيستاشيو كمان هيحبوا الطريقة هذه كمان في الترافل. يلا بينا هنقول بسم الله ونبدأ. شوفوا حطينا اول طبقة الكيك وسقيناها بالحليب، بعدين حطينا البيستاشيو او حطينا فستق مجروش. خلاص يلا بينا دحين هبدأ نفس الشيء. هحط طبقة من الكريمة هغطيها، وبعدين هحط الكيك، وبعد كده هنحط البيستاشيو وفستق، وبعد كده هنحط الطبقة الأخيرة كريمة. شوفوا كمان بعد ما حطيت الكريمة كسرت حبة من البقلاوة عشان تعزز طعم البقلاوة مع الفستق، وبرضه رشينا شوية من الفستق. دحين احط الطبقة الأخيرة من الكيك، وبعد كده آخر شيء هضيف لها البيستاشيو على الوجه. شوفوا خلص معانا ترافل اللي هو البقلاوة والفستق. شوفوا كيف زيناه. حطينا البيستاشيو على الوجه بعد ما بردت طبقة الكريمة. شوفوا الطبقات كيف من تحت. رشينا عليه الفستق وزيناه بحبات البقلاوة زي ما انتم شايفين. واستمتعوا بيه عشاق البيستاشيو مع البقلاوة، مرة هيعجبهم الترافل ده. يلا بينا كمان هنشوف الترافل اللي بعده. كمان عندنا نوع جديد من انواع الترافل، لسه جديد ما قد احد عمله. لعشاق القهوة زي انا احب ادخل القهوة في اي شيء. فهنا هنعمل برضو ترافل القهوة، لسه هذا جديد ما في احد قد سواه. كمان نفس المكونات، هيكون عندنا الكيك، هيكون عندنا اي نوع قهوة انت عندك، هيكون عندنا حليب بس بنكهة القهوة زي ما انتم شايفين، لازم بنكهة الميكاتو زي ما انتم شايفين. فهنسقي الحليب بالكيكة بالميكاتو هذا، وبعد كده هنعمل الخليط. المرة دي أنا لتعزيز النكهة ما هعمل فانيليا، هخليه كله بطعم الشوكولاتة أو بطعم أسفة القهوة. شوفوا حبايبي، بعد ما حطيت الكيك وسقيتها بالحليب بالميكاتو، أنا هنا إيش سويت؟ كمان طحنت هذا البسكوت اللي هو كوفي جوي برضو بطعم القهوة عشان لتعزيز النكهة. هنعمل رشة كده فوق الكيك لتعزيز النكهة. خلاص. وطبعا القهوة هذه أنا هحطها على الكريمة عشان زي ما اتفقنا أبغى أعمل الكريمة بطعم القهوة. شوفوا عملنا طبقة زي ما انتم شايفين من الكيك، وبعدين طبقة اهو نفس الكريمة اللي احنا متعودين عليها اللي عملناها، حطيت عليها قهوة عشان تاخد طعم القهوة، وحطيت طبقة منها، وبعدين برضو حطيت من البسكوت الكوفي جوي المطحون. ودحين برضو هبدأ أرص فوقها الكيك اللي هسقيه برضو بالحليب الميكاتو. شوفوا حبايبي ترافل كمان القهوة، شوفوا كيف زيناه بالبسكوت اللي احنا طحناه، وطبعا كريمة القهوة، وبرضو رشيت عليه كمان من القهوة الحبيبات كمان على الوجه، هتديله طعم خرافي. واللي عندها البن الحب تقدر كمان تزين بيه، كمان هيدينا طعم وشكل تحفة تحفة. لعشاق القهوة هيعشقوا الترافل هذا القهوة اللي هو ترافل لأول مرة بطعم القهوة. يلا بينا كمان هنعمل نوع جديد من أنواع الترافل، ترافل الفراولة.
ترافل الفراولة. أنا عندي عيالي يحبوا الفراولة، عندي بنتي تحب الفراولة، فأنا عملت لها اليوم ترافل الفراولة ده. خلاص هنجيب برضو كيك أمريكانا اللي هو بطعم الفراولة، وطبعا اللي هو هيكون بالشكل ده، وهقطعه كده. خلاص وبرضو هنعمل بالفراولة. أنا إيش هسقيه؟ يا إما تسقيه رمان يا إما تسقيه فراولة، سواء ده أو ده هتعمل ميكس مرة لذيذ مع الفراولة. فأنا هسقيه بالرمان أو الفراولة زي ما على كيفك، تقدري تعمليه بالفراولة أو بالمانجا، فراولة أو رمان. وبعد كده برضو هنزينه. طبعا أنا نسيت ما أجيب كمان الفراولة. هنعمل شوفوا خلص معانا ترافل المانجا ملك الترافل. ملك الترافل هو ترافل المانجا، عشان كده حبيت اعمله لحاله. وطبعا نفس الفكرة، طبقة كيك، بعدين طبقة كريمة. انا حطيت هذه المرة واحدة طبقة كيك عشان زي ما انتم شايفين ارتفاعها مو مرة عالي، فحطيت واحدة طبقة كيك بس كده، طبقة. وبعدين حطيت الكريمة. طبعا هنا الكريمة تختلف عن الكريمة ديكا، انا زدتها كريم كراميل، وزدتها شوية من المانجا، من عصير المانجا. طبعا انا ما اجيب عصير المانجا الخفيف هذا، لا اجيب الطبيعي اللي هو عصير المانجا المفرزن هذا الطبيعي، اطعم وتجيك هناك هتلقى المانجا اقوى. فهي حطيت العصير من هذه المانجا، حطيت عليها شوية سكر، وهي هذه اللي سقيت بيها الكيكة من تحت. الطبقة المانجا هذه اللي فوق كيف كده هي جامدة، من نفس المانجا اللي انا قلت لكم عليها. اخذت يعني تقريبا كوب ونص، حطيت عليه ملعقة مو مليانة نشا، وحطيت عليه سكر بودرة وقلبتهم لما اخذت القوام المطلوب. زي ما انتم شايفين لا تكون مرة ثقيلة ولا تكون مرة خفيفة، وتستني عليها لما تبرد. طبعا الطبقة دي زي ما انتم عارفين البيضة لازم تدخل الفريزر تجمد تماما. بعدين حطيت عليها طبقة المانجا دي، وزينتها بحبات التوت وورق النعناع، حبات الليمون والمانجا. طبعا انا حاطه بين مع الكيك حاطه رايح قطع مانجا، يعني كيك بعدين قطع مانجا بعدين الطبقة الكريمة البيضة دي، وبعدين حطيت خلطة المانجا وزينتها زي ما انتم شايفين. عشان كده انا ما عملت لها فيديو خاص، لان انا عملتها قبل كده في قناتي. اللي تحب تشوف ترافل المانجا تدخل على قناتي وتشوف كيف الطبقات، وكيف طبقة الكريمة، وكيف طبقة النشا هذه تصير الطبقة اللي فوق. كله موجود على قناتي مكتوب ترافل المانجا. يلا ان شاء الله يكون اعجبتكم اي فكرة من فكرات الترافل والنكهات الجديدة اللي انا ابتكرتها، تكون ان شاء الله نالت اعجابكم، وتختاروا اي نوع ترافل من هذه الترافلات. وكل زي ما انتم شفتوا كلها سهلة، بس مجرد مكونات انت ابتكري فيها، وان شاء الله هيطلع معاكي احلى ترافل.